السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على أجزاء المخ ووظيفة كل جانب، وعرفنا وظيفة الجانب الأيمن من المخ والجانب الأيسر وإزاي نقدر ندمج ما بينهم. في حلقة النهاردة هنعرف وظيفة المخ السفلي ووظيفة المخ العلوي وإزاي نقدر ندمج ما بينهم عشان ننمي عقول أولادنا ونحصل على أفضل النتائج. لو أول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا هنقرا لك كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية أو ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعني. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجاير. كنت قاعدة خير اللهم اجعله خير بعد ما خلصت شغل البيت واتغدينا، وقاعدة بشرب كوباية شاي بعد الغدا في أمان الله، وكأنني كده إنسان عادي بيستمتع بكوباية شاي بعد الغدا. وفي لحظة من التأمل كده إن مهما كانت الحياة صعبة فالحمد لله ربنا بيبعت لنا فرص زي إن أنا أقعد وأشرب كوباية شاي كمان، وفي هدوء كده في البيت زي ما يكون العيال اتغدوا وكلوا سد الحنك وناموا ولا إيه، مش عارفة يعني. المهم وانا بتامل اللحظه الشعريه اللي كنت فيها دي، وفقت فجاه على صوت صريخ جاي من اوضه الولاد، واحد بيجري والتاني بيجري وراه. مبقتش عارفه في ايه، طب ده انا لسه باخد اول بقين، طب استنوا اكمل نص الكوبايه حتى. ولقيت الكبير في حاله هستيريه بيصرخ في الصغير: هي فين؟ وديتها فين؟ انا قلت ما حدش يجي جنبها. طب فهمني في ايه بس يا حبيبي، ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ هو كان جايب مكعب ايروبيك بقاله فتره بيحاول ان هو يجمعه، وبينام يا حبيبي ويصحى عليه، وبدأ فعلا يتجمع الألوان ونبه على اخواته ان محدش يجي جنبها علشان ما يبوظها ليش وانا هكمل فيها. وجي علشان ياخدها من مكانها مش لاقيها. طب ايه هي فين؟ هو لسبب ما اتهم اخوه ان هو اللي اخدها، او بيبقى احساس برضه، وبدا يتهمه: انت وديتها فين؟ انت اللي اخدتها. والتاني يقول له: وانا مالي، انا ما خدتش حاجه، دور عليها، احسن انها ضاعت اساسا، انت ما كنتش عارف تحلها. وبدا اخوه يتنرفز اكتر، وبدات اتدخل وهديه: واستني حبيبي هندور عليها بالراحه وان شاء الله هنلاقيها. دخلت البلكونه وببص فيها، وكأنني لمحت على سطوح العمارة اللي قدامنا مكعب روبكس كده وألوان متناثرة في كل حتة. وللأسف مش أنا لوحدي اللي لمحته، وإلا كنت لحقت لميت الموضوع وخرجتهم بره البلكونة، لكن للأسف هو كمان شافه. وفهمته ثانية كده الصمت اللي هو بيسبق العاصفة. ببص لابني لقيته يعني بدأت تبرق، وشه احمر ودانه طرطقت لفوق وشعره راسه وقف، والصغير واقف جنبه مصدوم صدمة المجرم اللي قفشوه متلبس بالجريمة. باينه طبعا من منظره انا ادركت ان هو اللي عملها، واخوه طبعا كان عارف الكلام دوت من قبليه. وفي اقل من ثانيه لقيت ده بيجري والتاني طاير وراه، لولا ان الحمد لله كنت اسرع منه ومسكته، ولو ما كنتش لحقته كان حرفيا بطت اخوه. وفي وسط صريخه وثورته دي حاولت ان انا اهديه، وحاولنا نلجا للحلول السلميه لكنها فشلت، وكان مصمم ان هو يهرس اخوه شبه البطاطس البوريه. في اللحظات دي مشاعر الغضب بس هي اللي بتكون مسيطره على الطفل. ففي بعض الاوقات تحاولي تتكلمي مع ابنك وتهديه، ففعلا يهدى وياخد القرار السليم بعد ما تتكلمي معاه وتفهميه ان ده اخوك الصغير، وان معلش وانك تقدر تسامحه، وان انا ممكن اجيب لك غيره، او اخوك هيصلح غلطته وهو يجيب لك واحد تاني من مصروفه بدل اللي كسره. المهم انك تقدري تسيطري على غضبه وتحلي الموضوع حل سلمي. وفي اوقات بيبقى صعب جدا فعلا انك تسيطري على الوضع، وبيكون الطفل بعيد جدا ان هو يقدر ياخد قرار سليم، وبيكون ثورته وغضبه هما اللي مسيطرين عليه، وخصوصا كل ما كان صغير، لان كل ما كان صغير كل ما كان الغضب وعدم السيطره على المشاعر هو الجانب الاقوى اللي هيظهر فيه. لان زي ما عرفنا ان المخ متقسم لجانب ايمن وجانب ايسر، المخ كمان متقسم لجزء علوي وجزء سفلي. جزء المخ السفلي ده بيكون بدائي جدا، لانه بيكون مسؤول عن وظائف اساسيه زي التنفس والحركه، رمشه العين، والافعال الفطريه اللي بنعملها من غير تفكير، زي لما نشكب ابره او نتلسع من حاجه سخنه طبعا بنبعد ايدينا على طول كرد فعل تلقائي، وزي صرخه التحذير اللي بتلجأ لها لو حسيت بخطر قريب منك او من حد جنبك. وكمان بيكون الجزء ده من المخ مسؤول عن المشاعر القويه زي مشاعر الغضب والخوف. وفي الناحيه الثانيه الجزء العلوي من المخ، وده بيكون جزء متطور جدا، وده اللي بيتم فيه كل العمليات العقليه المعقده زي التخيل والتفكير والتخطيط والتحليل. وعشان هو متطور جدا هو اللي بيكون مسؤول ان يخلي ولادنا ياخدوا قرارات سليمه ويخططوا لها كمان، ويقدر يساعدهم ان هم يسيطروا على مشاعرهم ويفهموا ذاتهم ويظهروا تعاطف للاخرين، ويساعدهم ان هم يكونوا ناس افضل بيتمتعوا بالفضيله والاخلاق. وعشان الجزء ده يشتغل كويس ويبقى كفاءه لازم ندمجه مع الجزء السفلي، وده معناه ان الجزء السفلي من المخ لما ينتج لنا مشاعر الخوف او الغضب يقدر الجزء العلوي ان هو يسيطر عليه. مش بس كده، وفي الاتجاه الاخر لما المخ العلوي كمان يفكر وياخد قرار، لازم القرار ده ما يكونش مبني بس على اسس عقليه وتفكير منطقي وتحليلات وبس، لا، لازم نشرك كمان معانا الجزء العاطفي اللي هو جزء المخ السفلي، علشان نقدر نبعد بقراراتنا عن الجمود. وبكده هنقدر نخلق شخصيه متوازنه تقدر تاخد قرارات سليمه وتتمتع في نفس الوقت بالمرونه.
الطفل بيتولد بيكون الجزء السفلي من المخ ده تقريبا مكتمل النمو، يعني جاهز ومتشطب سوبر لوكس، بينما الجزء العلوي من المخ بيكون لسه تحت الانشاء، والجزء ده عشان يوصل للنضج بنكون وصلنا كده تقريبا لمنتصف العشرينات. تخيل نفسك كده عايش في الدورين، الدور الاول جاهز ومتشطب ومفروش بالكامل، والدور التاني لسه يدوبك بيتبنى، تطلع تلاقي هنا رمله وهنا اسمنت وحيطان لسه ما اتجهزتش اساسا، وسقف لسه ما اتبناش، وادوات سباكه وبناء وفوضى في كل حته. فغالبا انت مش هتقدر تعيش في الدور اللي فوق، هتفضل عايش فين؟ في الدور اللي تحت، قاعد اكل نايم شارب في الدور اللي تحت، لان هو اللي جاهز وعنده استعداد يستقبلك تعيش فيه. كذلك الطفل، لازم احنا كاباء وامهات او اي حد قائم على تربيه طفل نكون فاهمين كويس جدا ان الجزء العلوي من مخ الطفل واللي احنا متوقعين منه ان هو اللي يقدر يساعد الطفل في ان هو يسيطر على انفعالاته وياخد قرارات سليمه ويخليه يتطور ويفهم ذاته ويتعاطف مع الاخرين وكمان يتمتع بالاخلاق وبالفضيله. الجزء ده من الناحيه البيولوجيه ما اكتملش لسه نموه، فبالتالي مش هيقدر يؤدي وظيفته طول الوقت على اكمل وجه، وكذلك مش هنقدر ندمجه طول الوقت بالمخ السفلي، لان اكيد المخ السفلي هو اللي هيكون اقوى وهيقدر يفرض سيطرته. بس احنا دايما هنكون بنحاول وهنتبع الاستراتيجيات المناسبه علشان نقدر ندمج الجزء العلوي من المخ بالجزء السفلي، لكن مش دايما النتائج هتكون ايجابيه، مره هتصيب ومره هتخيب، مره هتلاقي نفسك عمال تحاول وتحاول وكل محاولاتك دي هتبوء بالفشل، مش هتقدري تحركي ساكن في طفلك، والواد هيفضل على وضعه، لو هو غضبان شايط من الغضب، ولو هو خايف مش هيقدر يتخطى خوفه، وفي مرة تانية ومع أبسط محاولة منك هتلاقيه استجاب لك على طول. ايه ده؟ هو الواد ده عاقل فجأة ولا ايه؟ لا، ما عقلش فجأة ولا حاجة، بس هي مرة المخ الأيمن هيقدر ان هو يقوم بوظيفته ويعمل دمج بينه وبين المخ السفلي، ومرة تانية هيفشل لأنه لسه زي ما قلنا بيولوجيا لم يكتمل نموه، بينما الجزء السفلي جاهز وتمام وعنده كل الإمكانيات ان هو اللي يسيطر، وخصوصا ان في جزء محدد كده صغير في الجزء السفلي من المخ اسمه اللوزة المخية، وده بيكون مسؤول عن معالجة المشاعر والتعبير عنها بسرعة جدا، خصوصا مشاعر الخوف والغضب. الجزء ده تحديدا بيكون موجود في الجزء السفلي من المخ، وهو اللي بيكون مسؤول عن ردود الأفعال الفطرية اللي اتكلمنا عنها، اللي بنعملها من غير تفكير، لأن في مواقف بتتطلب مننا ردود أفعال سريعة جدا للحماية من الخطر، فمش لسه هنقعد نفكر زي ان اسد يجري وراك، فانت مش لسه هتفكر اقوم اجري ولا اقعد ولا اعمل ايه، لا انت ساعتها هتجري تلقائي، ده اسد يعني مش هزار، يمكن من قبل ما تستوعب اساسا ان ده اسد. لكن في المواقف العاديه ما ينفعش ان احنا نتصرف من غير ما نفكر، لازم نفكر الاول وبعدين نتصرف، زي انك تنزل من عربيتك فجاه وانت بتصرخ لمجرد ان في واحده ست داخله بالعربيه يمين ومن غير ما تديلك اشاره، ساعتها الست اللوزه المخيه بتتطوع وتاخد قرار بدالك بانك انت انزل وصرخ وزعق وجيب ناس تزعق، مع انك لو حاولت انك انت تدمج الجزء السفلي من المخ مع الجزء العلوي كنت قدرت ان انت تفكر في الموقف بشكل منطقي، وعرفت ان الست الغلبانه دي نسيت عادي تديلك اشاره زي ما اي حد ممكن ينسى عادي يعني، وتحمد ربنا ان انت كويس وبخير وما لبستش انت و15 عربيه تانية في بعض. وكمان ساعتها هتكون قدوه لاولادك، لان هم هيعرفوا ان هم المفروض يفكروا الاول في اي تصرف قبل ما يعملوه، وهيعرفوا ان هم لازم يسيطروا على غضبهم وعلى انفعالاتهم. المشكله ان الست اللوزه المخيه دي بتكون متحمسه جدا عند الاطفال، خصوصا لما بيحصل موقف يثير الخوف او الغضب عند الطفل، ساعتها هي بتتحمس قوي لحمايته لانها بتحس بالخطر، فبتقوم قافله على طول باب الاتصال بين الجزء السفلي من المخ والجزء العلوي عشان ما تقدرش توصل له، فحتى لو في جزء بسيط شغال في الجزء العلوي من المخ بامكانيات بسيطه، لانه لسه طبعا زي ما قلنا ان هو بيكون تحت الانشاء، فبالتالي مش بنقدر نوصل له اساسا، وده بيكون في مواقف الخوف والتوتر والغضب الزايد قوي. عملت رز بلبن وحطيته في الثلاجه، ابني الكبير بيحبه جدا، ممكن يفطر ويتغدى ويتعشى بيه عادي، بينما الصغير مالوش فيه قوي، يعني ممكن ياخد طبق لو اتحايلت عليه، وممكن ما يرضاش ياخده كمان. المهم ان طلبت معاه يقوم وياخد طبق من الثلاجه، قام فتح الثلاجه بص ما لقاش فيها خالص، وهات يا عياط والصريخ، والرز بلبن خلص وانا ما اكلتش منه وانتوا خلصتوا كله وانا ما عملتوش حسابي. ايه يا حبيبي طب معلش خلاص هعمل لك غيره، وبعدين انت ما بتحبوش اساسا. طب اقول لك ايه رايك اعمل لك جيلي بالموز، ساعه واحده بس وهيكون جاهز وانت كمان بتحبه. لا انا ماليش دعوه، انا كنت عايز رز بلبن. لا خلاص مفيش فايده، كل محاولاتي ان انا اهديه او اقترح عليه اقتراحات تانية بقت بالفشل. طبعا احنا في الحاله دي بنشوفه طفل قليل ادب ومش متربي ومتدلع زياده عن اللزوم، والموضوع مش مستاهل طبعا الهيصه اللي هو عاملها دي اصلا، ده بالنسبه لنا احنا، لكن بالنسبه له هو الموضوع يستاهل، الراجل مش حاسس ان هو متقدر في البيت. في الحاله دي مهما اقترحت عليه حلول ومهما كلمته بالمنطق انسي ما تحاوليش، هو فاصل مش هيهدى. الست اللوزه المخيه عملت اللي عليها وفصلت وقطعت اي اتصال بين المخ السفلي والمخ العلوي، فالمخ العلوي بالنسبه له كده فاصل وشايل الفيشه،
في الحاله دي ممكن ان انا كنت اجذب انتباهه لحاجه مثيره اكتر، او ان انا اعمله بالياتش واعمل له حركات واشيله واحضنه واعمله ومش عارفه ايه، اي حاجه بحيث ان انا الهيه عن الموقف اللي هو فيه وتخليه ينتبه لك انت او ينتبه للحاجه اللي انت لفتش نظره ليها وينسى رز بلبن. وده هيخلي البوابه اللي بين الجزء العلوي والجزء السفلي من المخ تفتح، بحيث ان انت تتمكني من الوصول للجزء العلوي من المخ وتقدري تخاطبيه. ساعتها اول ما هيحصل التواصل والدمج بين المخ الجزء السفلي والجزء العلوي من المخ هيبدا يهدى، وتقدري بقى ساعتها تقترحي عليه حلول وبدائل عشان تعوضي عن طبق الرز بلبن اللي فاته. نفس الاستراتيجيه دي هنتبعها برضو في حالات الخوف. لو طفل رياضي وبيركب عجل ومتمكن جدا فيه وفجاه وقع وتعور او اتصاب، ده بيسيب اثر سيء بالنسبه له، بتسبب له بعد كده مخاوف ان هو يقدر يركب عجله تاني، وكمان ممكن تسبب له مخاوف من ناحيه حاجات تانية كتير، مش بس تاثر في موضوع العجله، لان ساعتها اللوزه المخيه بتتحمس جدا لحمايته، واول ما يفكر ان هو يرجع يركب عجله تاني بتخاف جدا عليه ان هو يرجع يقع تاني من على العجله وممكن ينجرح او يأذي نفسه تاني. فبالتالي بتصدر له مشاعر الخوف ديت عشان ما يرجعش تاني يركب العجله ويأذي نفسه. ودي الحادثه اللي بتبقى متسجله على السيستم عنده، ومخه على طول بيربط ركوب العجله بان هو يقع وينجرح. ساعتها وعشان نقدر نهدي الست اللوزه المخيه دي ونخليها تسيبنا في حالنا شويه، نحاول ان احنا نشغلها بحاجه تانية، زي ان احنا نحفز الطفل. لو ركبت العجله وقدرت انك انت تمشي فيها، انا هجيب لك عجله جديده واحدث منها كمان. او لو ركبت العجله وما خفتش ومشيت بيها زي ما كنت، هجيب لك الكوره اللي كان نفسك فيها. فالحافز ده هيثير حماس اللوزه المخيه وهيخليها تتلهي شويه عن موضوع الخوف ده وتعدي موضوع العجل، لان المكافاه والحافز اللي انت وعدته بيه هيخليه يتحدى نفسه ويخلي اللوزه المخيه تهدى شويه، او ان هو يلهيها في حاجه تانية مثيره اكتر للاهتمام، وبالتالي هتفتح الطريق للجزء العلوي من المخ عشان يقدر يساعده ان هو يتغلب على مخاوفه. ونبدا نناقش معاه ان اللي حصل ده كان له اسباب، وانك لما ركبت العجله ووقعت من عليها لانك انت ما خدتش بالك من مطب كان في الشارع، فما قدرتش ان انت تتحكم فيها، والحمد لله انت دلوقتي بخير، وان دي حادثه عاديه ممكن تحصل ونتخطاها عادي لو خدنا بالنا من الاسباب دي وتفاديناها. وبرضه لازم نحط في اعتبارنا ان الاستجابه في الاطفال بتكون متفاوته، يعني زي ما قلنا ان الجزء العلوي من المخ بيكون لسه مش مكتمل النمو، فبالتالي من الناحيه البيولوجيه هو مش دايما بيكون عنده القدره للاستجابه. من اكتر الحاجات المزعجه في التربيه هي نوبات الغضب اللي بتصيب الطفل فجاه، وسواء حصلت واحنا في البيت والدنيا ملمومه علينا، او احنا في الشارع والناس اتلمت علينا، ففي الحالتين الموضوع بيكون مزعج جدا جدا جدا. وعشان نعرف نتعامل مع نوبات الغضب لازم نعرف ان في منها نوعين. نوبة غضب بتكون مصدرها الجزء العلوي من المخ، ودي بتكون مدبرة ومقصودة وبفعل فاعل، يعني الطفل في الوقت ده بيكون واعي تصرفاته تماما وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه، هو في حاجة معينة عاوزها وفي هدف في دماغه وبيعمل خطة عشان ينفذها. زي انك تكون في المول فجأة بعد ما اشتريت له 100 حاجة جه في الاخر وشبط في لعبة او في حاجة انت ما كنتش عايز تجيبها، فبيلجأ الطفل في الوقت دوت لنوبة الغضب ويبدأ يصرخ ويزعق ويهبد ويرزع ويعمل كل اللي في وسعه عشان يرهبك ويخوفك ويخليك تنفذ طلبه. واول ما يحقق هدفه وياخد اللي هو عايزه هتلاقيه هدى على طول لوحده فجأة وفي اقل من الثانية، وكأنك اتكيت على زرار فهدى بعد ما نكون اتفضحنا في المكان واللي رايح واللي جاي يتفرج علينا. في الغالب احنا يا اما بنجيب للطفل الحاجة اللي هو عاوزها علشان يسكت ونخلص من نوبة الغضب اللي هو فيها ديت وربنا يكملها معانا بالستر يعني، او ان احنا بنتجاهلها وبنسيبه هبد ورزع واعمل اللي انت عايزه وانا مش هحقق لك اللي انت عايزه لحد ما تسكت. لان الطفل لو حس ان هو وصل لهدفه ووصل للي هو عايزه من خلالها غضبه ده، فبالتالي هو ادرك كده ان هو معاه سلاح قوي هيستخدمه ضدك في اي حاجه هو عاوزها ومش هيقصر، واي حاجه بعد كده هو عاوزها هو عرف السكه خلاص، هيقعد يهبد ويرزع ويصرخ كده لحد ما تجيبها له. لكن الافضل من اننا نتجاهله ان احنا نتعامل مع الموضوع بحزم. لازم نحط حدود واضحه للسلوك المناسب والسلوك الغير مناسب، ونخليه يعرف عواقب كل سلوك. يعني لما تكون في المول وتتعرض للفضيحه دي من ابنك او بنتك لان هم شطانين في حاجه وانت مش عايز تجيبها لهم، وبيحاول ان هو يرهبك بنوبه غضب مصطنعه علشان يوصل للي هو عايزه ويحقق هدفه، وطبعا مفيش ام واب ما تعرضوش للموقف ده مره واثنين وثلاثه، لازم ساعتها اتكلم مع ابني بمنتهى الهدوء وافهمه ان اللعبه دي عجباك وانا عارفه ان اللعبه دي عجبتك جدا، بس الطريقه اللي انت بتطلب بيها دي ما عجبتنيش اطلاقا، ولو ما وقفتش على التصرفات اللي بتعملها دي انا مش هجيب لك اللعبه دي ابدا، وكمان هضطر الغي التمرين بتاعك بتاع بكره او هضطر الغي الرحله اللي انت طالعها الاسبوع الجاي، لان واضح كده انك مش بتحسن التصرف ومش بتقدر تتحكم في سلوكك. والمهم بقى اننا ننفذ العواقب اللي احنا وعدنا بيها لو ما امتنعش عن السلوك ده، وبكده انت حطيت حدود لتصرفات ابنك الغير مقبوله، وعارف ان في عواقب للتصرفات الغلط، وان لو اتصرفت صح واحسنت التصرف
ممكن ماما وبابا بعد كده يقدروا ده ويكافئوني، لكن لو ما احسنتش التصرف مش هيكون في قدامي فرصة ان انا احصل على الحاجة اللي انا عاوزها، بالاضافة ان هيكون في عقاب لو اتبعت اسلوب الحزم ووضع الحدود ده. بكده اوعدك انك انت مش هتشوف نوبة الغضب دي تاني ومش هتتعرض للسلوك ده تاني ابدا. بالاضافة انك انت بكده بتساعد ابنك ان هو يطور عقله ويعرف انه لازم يتحكم في تصرفاته، وان التصرف الغلط بيكون له عواقب والتصرف الصح برضه بيكون له عواقب، ويعرف ان في طرق للتواصل الصحيح عشان يحقق اهدافه، وازاي يوصل للي هو عايزه ويحقق هدفه بس بطريقة محترمة ومقبولة وبشوية صبر. تاني نوع من نوبات الغضب هو نوبة الغضب اللي مصدرها بيكون المخ السفلي، ودي بتكون مختلفة تماما عن نوبة الغضب اللي مصدرها الجزء العلوي من المخ، لان الطفل فعلا ساعتها بيفقد القدرة ان هو يتحكم في تصرفاته او في مشاعره او حتى في حركات جسمه. فهتلاقيه بدأ يصرخ ويشد في شعره ويشد في هدومه ويضرب فيه ويتمرمغ على الارض، زي لو خدتي ابنك الصغير تحميه وانتي بتغسلي له شعره الشامبو دخل في عينه. كده الجزء السفلي من المخ وخصوصا الست اللوزة المخية حسوا بالخطر، وبالتالي هيفرضوا سيطرتهم الكاملة على الطفل وهيقطعوا اي اتصال بين الجزء السفلي من المخ والجزء العلوي. وبالتالي ما تحاوليش في الوقت ده لا من بعيد ولا من قريب انك تحاولي توجهي اي رسائل لمخ العلوي، لان هو فاصل تماما ومقطوع اي اتصال بينه وبين الجزء السفلي، مش هتقدري تحصلي على اي دمج. هو فعليا ما عندوش القدره دلوقتي خالص ان هو يتحكم في مشاعره ولا ان هو يتحكم في تصرفاته ولا في حركات جسمه ولا اي مهاره من مهارات التفكير اللي بتصدر من المخ العلوي، لان دي نوبه غضب بتختلف تماما عن نوبه الغضب اللي بتصدر من المخ العلوي واللي بيكون فيها الطفل واعي تماما لتصرفاته. في الحاله دي هو مش واعي خالص، بالعكس ده هو ممكن في الوقت ده يأذي نفسه من غير ما يحس، ممكن يقع او يخبط في اي حاجه وانت حتى ما تقدرش انك انت تسيطر عليه. في الحاله دي الطفل بيكون محتاج مننا استجابه مختلفه. لازم تهدي ابنك الاول عشان تقدري تتواصلي معاه. استخدمي استراتيجيه تواصل وقعده توجيه اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، ولو ما شفتهاش ارجع شوفها، هنسيب لك الرابط تحت الفيديو. وفي السكه برضو كده لو ما اشتركتش في القناه او ما عملتش لايك يا ريت تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك. خدي ابنك في حضنك وكلميه بحنيه، حاولي بقدر الامكان ان انت تبعديه عن ضفه الفوضى. ما ينفعش في الوقت ده تناقشي معاه اي سلوك مهما عمل، ولا تفكري بالعواقب اللي هتحصل بعد السلوك اللي عمله ده. حاسب، هتقع، ما تصرخش بالطريقه دي، كفايه بقى بطل عياط. مخه في الحاله دي ما عندوش القدره ان هو يعالج اي معلومات، هو ممكن ما يكونش سامعك اصلا، هو فاقد القدره تماما على التواصل. لازم تتواصلي الاول مع الجزء السفلي وتخليه يهدى وبعدين تتكلمي. بعد ما تتواصلي مع ابنك الاول وتهديه هيفتح المخ باب التواصل مع الجزء العلوي، وساعتها تقدري تشرحي له بهدوء اللي حصل وازاي المشكله دي حصلت وازاي نتجنبها في المرات الجايه. خلاص يا حبيبي ما تضايقش نفسك، المره الجايه لما اغسل لك شعرك هبقى اخد بالي، وكمان انت بقى غمض عينيك عشان الشامبو ما يدخلش في عينيك تاني ويحرقك. ساعتها لما يقدر ان هو يتقبل كلامك دوت ويقبل الحلول اللي انت قدمتيها تقدري بقى بعدها انك انت تناقشي سلوكه والصريخ والعياط اللي حصل، وان هو كان ممكن يأذي نفسه بالحركات اللي كان بيعملها، وانه كان ممكن يقع على الارض، وان التصرفات دي مش مقبوله ومن فضلك توقفها. مهما كان ابنك صغير حاولي توجهيه على قد سنه، ما تفوتيش فرصه او موقف ممكن تستفيدي منه، دايما وجهيه للسلوك الصح على قد سنه هيفهم. وبالخبره طبعا ومع الوقت الاباء والامهات بيقدروا يعرفوا اذا كانت نوبه الغضب دي مصدرها المخ السفلي ولا مصدرها المخ العلوي، علشان يقدروا يتعاملوا معاها على حسب مصدرها. وفي الحالتين سواء اتعاملت مع نوبة الغضب بحزم وشدة وضعت حدود للسلوك المقبول والغير مقبول، او اتبعت استراتيجية التهدئة والتواصل عشان تقدر توصل للجزء العلوي من المخ وتعمل دمج بينه وبين الجزء السفلي، في الحالتين لازم تتكلم مع ابنك وتوعيه بالسلوك المقبول والسلوك الغير مقبول، لان دي حاجة هتساعد جدا في تطوير الجزء العلوي من المخ لطفلك وتساعد كمان في النمو. وفي الحلقة الجاية ان شاء الله هنتعلم استراتيجيات جديدة هتساعدنا في تطوير مخ الطفل ودمج الجزء العلوي مع الجزء السفلي في مواقف يومية عادية جدا بتحصل لنا كلنا مع أولادنا كل يوم. استنونا الحلقة الجاية، وحابة أشكركم جدا على متابعتكم لينا، وأتمنى أنكم دايما تدعمونا، ويا رب الحلقات تكون مفيدة ليكم ونكون دايما عند حسن ظن. أشكركم جدا، وأتمنى أن انتوا تستمروا في دعمكم لينا بالاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، وشجعنا بلايك وبكومنت جميل. وأحب جدا أن أنا أسمع رأيكم في الحلقات سواء بالسلب أو بالإيجاب، أنا بتقبل عادي وهقدر ده منكم جدا جدا. وأشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله.